مرحبا بكم في رحاب الشعر، حيث تنبض الكلمات صلاة في السر، مع قراءة قصيدة من ديواني قصائد في حقائب الغياب للشاعر إدريس داوي. قصيدة اليوم بعنوان صهيل المهرة العاشقة. رغم الأسلاك الشائكة والمتارس، ورغم خريف العمر وبرد الشمال القارس، ثارت على صوت السائس، وعبر أسوار المعابد والكنائس، هبت متمردة على السجن والحارس، لترتمي في أحضاني معترفة: أنا مهرة عاشقة، وأشهد أنك وحدك فارسي. جئتك من ليل القفر أحمل أوجاعي، من وجع البعد ونار نفس التائهة في المراسي. تطوقني الذكرى كسوار النار في معصمي، وتغرقني عيناك كفجر يحيي المآسي. يا سيد الحلم القديم وصاحب السر الجميل، يا من فتحت لقلبي بوابة المحال والأساطير وآمال الأولى، أتيتك والريح خلفي والعمر في راحتي يذبل كزهرة ليل على الرمال. فخذني إليك، ضمني حتى أنسى جرح المسافة، حتى أذيب في عينيك وحشة الطريق ومر المحال. فأنا مهرتك العاصية، وأنت وحدك في زحام العمر فارسي. أتيتك من لهيب الحروب ومنفى الجروح، من ظل غيمة تحمل الوجع والآمال النازفة في الروح، من أرض صمت يراقصه الألم ويستبيح المدى الجريح. تسللت إليك كنسمة فجر خجولة ترتجف في حضن الحلم وتحلم بالأمان. حفرت اسمك ورسمته على جدران قلبي، وخبأته في دعائي عند كل أذان. يا قامتي إذا انحنيت، وظلي إذا تبددت خطايا، يا أغنية العمر الباقية في صخب الأيام. ها أنا ذا أختارك بعناد المهرة الوحشية التي لا تركع إلا لقلب فارسها. أختارك بكل جنون عشقي، وكل شهقة أنوثتي، وكل صمت انتظاري. فخذني إليك ولا تسأل لماذا جئت. في الحب تسقط كل الأسئلة وتصمت اللغات. خذني كما الأنهار تجري لبحرها، كما الطيور تفر لوطن السماء، كما تهرع النجوم لحضن الليل إذا ناداه الحنين. إني أتيتك ورائي غبار المسافات، وأمامي فراشات الروح تتفتح في عينيك. إني أتيتك بكل ضعفي وقوتي، بكل حنوي وجنوني، بكل أسئلة العمر وكل إجابات القلب. فكن وطني إذا تبددت خطايا، وكن مرافئي إذا أعياني البحر وضاعت بي الرياح. كتبتك قبل أن أعرف الحروف، وناديتك قبل أن تتشكل في الحلم ملامح الوجوه. من وجع الصمت جئتك ومعي نبض العاصي، لأقول لك قد كنت قدري قبل أن تصير طريقي. أتى صوتها كالسرة المربوطة على رصغ الغياب، يفكها الزمن عند الضرورة، فينفجر الدمع أناشيد لا تروى. قالت: لا تخبئ اشتياقي في جيوبك المغلقة، فالحب لا يصنع من صمت، بل من جنون يباغت الصحوة بالعطش. أنا لم أولد لأكون ظلاً في يومك، بل شمساً تضيء الخرائط الضائعة فيك. أنا لست حلماً عابراً يمر في نومك، أنا القصيدة التي ستكتب فوق نبضك وتغدو إنجيل الحياة. وبيننا وطن صغير اسمه نحن، لا يحتاج إلى حدود أو أعلام، فقط إلى قبلة تقيم صلاة البقاء. سمعت أنفاسها في نبض الضوء تتهامس مع الظلال في زوايا الأرواح، وكأنها وجدت قبل المدى، تخبئ اللهفة في تنهدة، وتشعل الدهشة في زفرة خفيفة، حتى بدا لي العالم كله يصلي في ركن حضورها الخفي. عيناها كأنهما نجمتان سقطتا من سفر التجلي، وفي نظرتها أبواب تفضي إلى جنائن لا يسكنها إلا من احترق بالحب مرتين.
كنت أسائل الريح عنها، فتأتيني الردود على هيئة نسيم يقبل وجهي باسمها. يا أيتها التي تقيمين صلاتك في محراب صوتي، ما عدت أفهمني إلا بلغة عينيك. تهوي بجنونها على أريكة الليل، تلقي سلاح الحذر وتكسر آخر أقنعة الخجل المتعب في صدرها. تطوقني بنظرة كأن فيها 1000 يمين وعهد ومبايعة، ثم تهمس ونبضي شاهد وحلمي قسم. أنا المهرة التي لم تروض إلا في دروبك، وأشهد أن لا فارس إلا أنت. سكبت بكاء الغيم في عيني، ورسمت على جبيني نجوم المساء الطفولية الندي، تخط أسرارها في رمال الجوانح، تراود نبضي عن كتماني فيبوح كأني وتر طري. قالت: أتدري، كنت أبحث عنك في نبوءات الحلم، في ملامح الغرباء، في أصوات القصيد، فوجدتك في داخلي. يا نبي الحب، يا من كسر قيودي، هات قلبك لنعلن للكون أننا الشهقة الأولى للحنين الأبدي. قد كانت الريح تناديني باسمها، تغزلني من ضوء يديها، وتنسجني قمرا في طريق المدى. وأنا كنت أرمم وجودي بأنفاسها، كأن الحياة لا تبدأ إلا إذا قالت هو ذا. سكنت مجازي، صارت لغتي ومعناي، تشعل الوجع في ثم تطفئه بنظرة كأنها شعر يصلي في عيني. تمتطي صهوة قلبي وتمتد بي كالأغنية في مساء ذهبي، فأقول: يا ليت هذا العناق قدر، ويصير الوطن صدرها الممتلئ بالبقاء. أطلقت زفيرها على جدار صمتي، فانشق المدى وتهاوى خلفه زمن النسيان كأول اعتراف. وأنا كنت أخبئ وجهي عن المرايا، ولكنها رأتني كما أنا، وجع يزهر إن حن عليه اعتراف. ركبت إلي جناح الليل، لا تحمل مظلة ولا خوفا من الغد، فقط حبا نقيا يبلل قلبي كالسهاد. ضحكت فانهد صمتي وقالت: لم أجئ كضيفة، أنا الوطن الذي ضيعته طويلا فيك. فكن نهايتي الوحيدة في كل بداياتي، وكن سؤال الحب الذي لا يجيبه الزمن. دعني أضمد بك جروح الكون وأعبر نحو نفسي، فأنا المهرة التي لا تركع إلا في حضرة فارسها، إلا في حضرة فارسها. أهلاً ومرحباً بكم معنا في استكشاف جديد. اليوم بنغوص في عالم الشعر، وتحديداً مقتطفات من قصيدة مميزة جداً، صهيل المهرة العاشقة للشاعر إدريس داوي. أهلا بيك. فعلا قصيدة مليئة بالعاطفة، بالصور القوية، والنص اللي قدامنا ده يعني بيفيد بالمشاعر والصور البديعة. بالضبط، ومهمتنا النهاردة إننا نحاول نفكك شفراتها شوية، ونفهم الرسالة اللي ورا صهيل الشعر ده، صهيل المهرة العاشقة. تمام. هي الأبيات دي مش مجرد كلام مرصوص، لأ، دي تجربة شعورية مكثفة، وهنحاول سوا نتلمس العواطف الجياشة دي، ونشوف الرمزية والصور اللي الشاعر بيرسمها. يعني إيه اللي المهرة دي عايزة تقوله بصوتها العالي المتمرد ده؟ طيب خلينا نبدأ على طول، لأن القصيدة بتدخل في الموضوع فوراً. الجزء الأول بيوصف وصول المهرة، وهو وصول يعني مش عادي أبداً. الشاعر بيقول مقاطعاً قليلاً: البداية القوية دي. رغم الأسلاك الشائكة والمتارس، ورغم خريف العمر وبرد الشمال القارس، ثارت على صوت السائس، وعبر أسوار المعابد والكنائس، هبت متمردة على السجن والحارس، لترتمي في أحضاني معترفة: أنا مهرة عاشقة، وأشهد أنك وحدك فارسي. تحس إنه اقتحام، مش مجرد وصول، تحدي لكل حاجة، مش كده؟ تماماً تماماً. ده مش وصول هادي أبداً، ده ظهور درامي فيه قوة. وهنا بقى تبرز أول نقطة مهمة: رمزية المهرة نفسها. هل هي بس فرس؟ يعني الأغلب لأ. مم. هي ممكن تكون تجسيد الحب العاطفي اللي خلينا نقول ثائر، ما بيوقفوش أي سدود. أو يمكن تكون الروح الإنسانية نفسها، وهي بتدور بشكل مستميت عن حريتها وعن الاتحاد باللي بتحبه. والملفت كمان الإعلان المباشر اللي بيجي بعدها على طول. بالظبط.
الإعلان الصريح ده، أنا مهرة عاشقة وأشهد أنك وحدك فارسي. ده بيحدد طبيعة العلاقة من الأول خالص. دي علاقة استثنائية، اختيار يعني قاطع وحاسم. أيوه، والوصول المتمرد ده واضح إنه ما جاش من فراغ. الأبيات بتشير لرحلة صعبة قوي قبل اللقاء ده. بتقول: جئتك من ليل القفر أحمل أوجاعي من وجع البعد ونسف نفسي التائهة في المراسي. صحيح، صحيح. ودي نقطة مهمة جدا. الألم هنا مش مجرد خلفية للأحداث، لأ، ده هو المحرك نفسه. وجع البعد، نسف النفس، ليل القفر، المعاناة دي كلها هي اللي بتدي الوصول ده قوته وإصراره. كأن العاطفة دي احتاجت كل الألم ده عشان تظهر بالشكل الصارخ ده. بالظبط، عشان تتوهج وتعلن عن نفسها بقوة. طيب، بعد الوصول الدرامي ده والإعلان القوي، الشاعر بيبدأ يرسم لنا صور شعرية يعني حسية ومدهشة عشان ينقل عمق التجربة دي. زي مثلا الصورة دي: تطويني قبل الذكرى كسوار النار في معصمي. سوار النار، التعبير ده لوحده عجيب، فعلا عجيب. والصورة دي بتجسد ببراعة واحد من أهم خيوط القصيدة، فكرة المزج بين اللذة والألم. الذكرى هنا مش بس حنين جميل وخلاص. لا طبعا، لا، دي شايلة جواها لذة اللقاء اللي فات وألم الفراق أو البعد الحالي، كأنها حاجة بتزين وبتوجع في نفس الوقت. وده بيكمل معانا. شوفي الصورة التانية اللي ذكرتيها: تغرقوني عيناك كفجر يمحو ليل المآسي. دي كمان قوية جدا. هنا العيون بتتحول لقوة كونية، يعني قادرة تغير الواقع. فجر بيمحي ظلمة المعاناة والمآسي. فعلا الصور هنا مش مجرد زخرفة، دي هي جوهر المعنى نفسه. وده بيودينا لمستوى تاني خالص في العلاقة اللي بتوصفها الأبيات. المخاطبة نفسها مش عادية أبدا. يا سيد الحلم القديم وصاحب السر الجميل، يا من فتح لقلبي بوابة التحالي وآمال الأولى والأساطير. بالظبط، الخطاب ده بيرفع العلاقة من مستوى شخصي بحت لمستوى أعمق، يمكن كوني أو أسطوري زي ما قلتي. سيد الحلم القديم، صاحب السر الجميل. الأوصال دي بتدي انطباع إن الفارس ده مش مجرد حبيب. لا، كأنه مفتاح لأسرار أكبر. أيوة، مفتاح لأسرار الوجود، للآمال الأولى، لعالم الأساطير نفسه. كأن اللقاء بيه ده تحقيق لنبوءة قديمة أو كشف لسر كان مدفون. وفي وسط كل العواطف الجبارة دي بتيجي لحظات المهرة فيها بتبان ضعيفة، بتطلب الاحتواء. بتقول: فخذني إليك، ضمني حتى أنسى جرح المسافة، حتى أذيب في عينيك وحشة الطريق ومر المحال. هل ده يعني بيتعارض مع التمرد والقوة اللي شفناها في الأول؟ أنا مش شايفة تعارض بصراحة. أعتقد إنه بيكمل الصورة. ده مش ضعف الهزيمة، ده خلينا نقول استسلام الثقة. بعد رحلة التحدي والمعاناة الطويلة دي، وحشة الطريق ومر المحال، بيجي الشوق للسكينة والأمان في حضرة اللي تم اختياره بإرادة حرة. فاهمة. يعني دي ذروة الشوق والرغبة في الاندماج الكامل، اللحظة اللي بتدوب فيها المسافات والجراح مع الوصال. الاستسلام ده تتويج للرحلة، مش نقيض ليها أبداً. فهمت. يبقى القوة والضعف هنا وجهين لعملة واحدة، هي عمق العاطفة نفسها. وده بيقودنا لتأكيد المصر على هويتها واختيارها المصيري ده. فعل المجيء أتيتك بيتكرر، وكل مرة بتقول إنها جاية من مكان معاناة مختلف، من لهيب الحروب ومنفى الجروح، من ظل غيمة تحمل الوجع والأمان النازفة في الروح، من أرض صمتها يراقصه الألم ويستبيح المدى الجريح. يعني كأنها بتقول أنا جيت من كل جحيم ممكن تتخيله. التعداد ده لمصادر الألم والمعاناة ليه دلالة قوية جدا. ده بيأكد أن قرار المجيء ده ما كانش سهل ولا عفوي، لا ده قرار مصيري، هروب من واقع لا يطاق ناحية الخلاص اللي شايفاه متجسد في الفارس ده. وهنا فترة دي اختيار الواعي بقوة. بالظبط، الواعي والعنيد كمان. ها أنا أختارك بعناد المهرة الوحشية التي لا تركع إلا لفارسها الذي تراءى لقلبها. ده مش مجرد ميل عاطفي وخلاص، ده فعل إرادة وتحدي. هي بتختار بحرية بعناد المهرة اللي عارفة فارسها كويس وما بتخضعش غير ليه هو. التعبير ده، عناد المهرة الوحشية، جميل قوي. والأكثر إثارة للاهتمام بقى إصرارها إن الحب ده بيتجاوز أي منطق أو تفسير. بتقول بوضوح: لا تسأل لماذا جئت، ألام الحب
في الحب تسقط كل الأسئلة وتصمت اللغات، كأنها بتحط الحب في منطقة يعني أبعد من السؤال والجواب. وده تحديداً اللي بيخلي القصيدة دي تتجاوز فكرة الغزل التقليدي. الحب هنا بيقدم كقوة أساسية، كحقيقة بديهية مش محتاجة تبرير، زيها زي الظواهر الطبيعية الكبيرة. والشاعر بيستخدم تشبيهات بصراحة بليغة جداً عشان يأكد الفكرة دي. زي إيه؟ كما الأنهار ترحل لبحرها، كما الطيور تفر لوطن السماء، كما تترعرع النجوم لحضن الليل إذا ناداها الحنين. الحب هنا بقى ضرورة وجودية، انجذاب طبيعي ما أقدرش أفسره أو أقاومه، زي رحلة النهر للبحر أو هجرة الطيور بالظبط. النظرة دي للحب كقوة طبيعية حتمية يمكن هي اللي بتفسر ليه المحبوب بيتحول في القصيدة لملاذ ووطن. الطلب واضح ومباشر جدا: فكن وطني إذا تبددت خطايا، وكن مرافئي إذا أعياني البحر وضاعت بي الرياح. في بحث عن انتماذ مطلق، عن نقطة الثبات في عالم مضطرب. وهنا بنوصل لواحدة من أعمق الأفكار في المقتطفات دي، فكرة المعرفة المسبقة أو الارتباط الأزلي. زي ما بنقول المهارة بتقول: كتبتك قبل أن أعرف الحروف، وناديتك قبل أن تتشكل في الحلم ملامح الوجوه. الكلام ده مدهش فعلاً. جدا. ده بيلمح لأن الارتباط ده بيتجاوز التجربة الحسية والزمنية، كأن الحب ده، اللقاء ده، كان مكتوب في مكان ما قبل حتى ما نعرف اللغة أو تتشكل الملامح في خيالنا. ممكن يكون إشارة لتواصل روحي سابق للوجود المادي نفسه. فكرة قوية قوي. كأن الحب ده مش مجرد شعور، ده قدر محتوم. وده يمكن اللي بيفسر كمان ليه بتوصفه بإنه مش هدوء أو صمت، لا دي قوة متفجرة. بتقول: فالحب لا يصنع من صمت، بل من جنون يباغت الصحوة ويمطر عطشا. جنون يباغت الصحوة، يعني بيقتحم واقع، بيغيره، مش حالة سلبية أو هادية كده. أيوة، والجنون الإيجابي ده، الشغف المتدفق ده، هو اللي بيحدد هوية المهرة ودورها في حياة الفارس ده. هي بترفض تماماً إنها تكون مجرد عنصر ثانوي أو عابر. بتقولها صريحة: أنا لم أولد لأكون ظلاً في يومك، بل شمساً تضيء الخرائط الضائعة فيك. يعني هي مش تابع، هي مصدر للنور، بالظبط. مرشد بيكشف له الطرق الضايعة جواه. وبعدين بتضيف: أنا لم أكن حلماً عابراً يمر في نومك، أنا القصيدة التي ستكتب فوق نبضك وتغدو منفى الحياة. ده تأكيد على أصالتها، على جوهرية وجودها. هي مش وهم بيزول، لأ، دي حقيقة، بقية، قصيدة بتتكتب على نبض القلب نفسه، وبتتحول هي نفسها لمنفى من كل حاجة تانية في الحياة بالنسبة لهم. الملاذ والمنفى سوا، منفى الحياة، تعبير قوي ويحمل معاني كتير متضادة يمكن. والدور الجوهري ده اللي بتعلنه لنفسها بيوصلنا لفكرة المساحة الخاصة اللي العلاقة دي بتخلقها. بتقول: وبيننا وطن صغير اسمه نحن، لا يحتاج إلى حدود أو أعلام، فقط قبل تقيم صلاة البقاء. تصوير جميل قوي لعالم خاص قائم بذاته، ليه قوانينه الخاصة، قبل تقيم صلاة البقاء. واللي بيلفت النظر جدا في وصف الوطن الصغير ده هو التركيز على العينين كمدخل ليه أو كتجلي له. شوف الكلام ده: عينان كأنهما سقطتا من سفر التجلي، وفي نظرتهما أبواب جنائن لا يسكنها إلا من احترق بالحب مرتين. دي مش مجرد عيون جميلة. لا طبعاً، دي شايلة بعد روحاني عميق، كأنها نص مقدس، سفر التجلي، وبوابة لجنة خاصة جداً محدش بيدخلها إلا اللي خبر الحب بتجربته القاسية مرتين. يمكن الشوق والوصال، أو الحب الأول والحب الأخير. الاحتراق مرتين ده بيشير لعمق التجربة ونضوجها. وفي المساحة الآمنة دي بقى، جوه الوطن ده، المهرة بتوصل للحظة التجرد الكامل. الأبيات بتقول إنها تلقي سلاح الحذر وتكسر آخر أقنعة الخجل المتعب في صدرها. ده كأنه الوصول لحالة الصدق المطلق، خلاص مفيش داعي لأي دفاعات أو أقنعة. وهو ده التجرد ده، التمهيد الطبيعي للإعلان الأخير، للقسم اللي بيمثل قمة التزامها وتعبيرها عن الحب الفريد ده. بتقول: قسم ونبضي شاهد وحلمي أنا المهرة التي لم تروض إلا في دروبها، وأشهد ألا فارس إلا أنت. القسم ده بيجمع كل الخيوط اللي مشينا وراها. تماماً، عناد المهرة اللي محدش قدر يروضها، واعترافها إن الفارس ده هو الوحيد اللي هيختار تستجيب له تلين في دروبه.
وده مش ترويض قسري، لا ده اختيار حر منها هي. والشهادة النهائية بقى: أشهد ألا فارس إلا أنت. دي التأكيد المطلق على تفرد الاختيار ده وحتميته بالنسبة لها. وبعد كل ده بتيجي جملة أخيرة بتقلب الموازين خالص. بعد كل البحث عن الوطن والأمان، المهرة في النهاية بتقول حاجة مدهشة قوي: لم أجي كضيفة، فيك أنا الوطن الذي ضيعته طويلا. ده تحول كبير في ديناميكية العلاقة، مش كده؟ بالتأكيد، دي نقلة مهمة جدا ومفاجأة كمان. هي ما بقتش مجرد طالبة للمأوى أو الوطن، لأ، هي نفسها بقت الوطن المفقود اللي الفارس كان بيدور عليه. ده بيحط العلاقة في إطار التكامل التام، كل طرف بيلاقي في التاني ضلته، الجزء اللي كان ناقصه. ما بقتش علاقة طرف واحد بيبحث، لأ، ده التقاء واكتمال متبادل. إذن رحلتنا في المقتطفات دي من صهيل المهرة العاشقة كشفت لنا عن طبقات كتير قوي من المعاني: عاطفة جياشة بتتحدى المستحيل، تمرد بيدور على الحرية والتحقق في الحب، صور شعرية غنية نقلت لنا حدة التجربة دي، وبحث عميق عن الانتماء والذوبان في الآخر، لدرجة إنها هي نفسها بقت الوطن المنشود. وممكن نخرج من الاستكشاف ده بفكرة كده نسيبها للتأمل. يمكن الأبيات دي بصراحتها وشغفها ده بتدعونا نسأل نفسنا عن طبيعة الارتباطات الإنسانية العميقة في حياتنا. هل الحب الحقيقي فعلا زي ما المهرة بتعلن محتاج إننا نلقي سلاح الحذر ونكسر أقنعة الخجل المتعب دي؟ وهل بيتطلب القدر ده كله من الشغف ومن الضعف الصادق اللي ممكن يبان للناس كجنون؟ بالظبط. هل محتاجين الجرأة دي عشان نوصل لعمق حقيقي في علاقاتنا؟ أو يمكن نتأمل في قدرة اللغة نفسها، إزاي الشاعر بيحاول من خلال كل المجازات والصور المكثفة دي يوصف تجربة. المهرة نفسها بتقول إنها بتتجاوز الكلمات والأسئلة، إزاي اللغة بتكافح وتتمدد وتتجدد وهي بتحاول تمسك بجوهر العاطفة الإنسانية العميقة والمصيرية دي. أسئلة بتفضل مفتوحة بعد الغوص في عالم المهرة العاشقة.